السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الوصفه ديالنا اليوم هي تيراميسو. غنديرها في هذا المول هذا اللي مربع. كيمكن لكم تستعملوها في هذا المول كذلك لو بغيتو تقدموها فيه. انا بغيت نديمو ليها، يعني نحيد المول باش تبقى ليا الديكور ديالها في يعني في التبصيل ديال التقديم. كنحتاجو لي بسكويت هذا الشكل اللي معروف لي سافوا، وكنحتاجو ما بين 400 حتى 500 ديال الماسكاربوني. كنحتاجو 100 غرام ديال السكر اللي تقريبا كاس العنبه اللي نقصت منه باش حليت القهوه، يا اما ديروا الطاسات ديال القهوه ديال التعصار او نيسكافي اللي بغيتو. 4 أو 5 البيضات، كنعزل الصفار على البياض كما كتشوفوا. كمرحله اولى غنطلع البياض البيض بشويه الملحه، غنحط هذا على جنب. غادي نطلع البيض كيصبح مثل اونيج وغنطلقوا. بعد ما يعني طلعت بياض البيض اونيج، غادي نكمل. غادي نطلع صفار البيض كذلك حتى يطرغوا مزيان. غادي نزيد ليه 100 غرام ديال سنيده وغادي نطلعو مزيان كذلك. بعد ما طلعت صفار البيض كما كتشوفوا صفار البيض بالسكر كيولي على هذا الشكل، كيولي خاتم، كيتبدل اللون ديالو. دابا كنضيفوا الماسكاربون. اللي ما بغاش يعني اللي كيخاف من البيض وما بغاش يضيف البيض، يمكن لكم تضيفوا لا كريم فريش كيتعوضوها بالبيض. اما الوصفه يعني الوصفه الرئيسيه كتكون بهكا. انا غادي نكمل يعني نطرب هذا الماسكاربوني مع اصفار البيض والسكر، ومن بعد غنضيف لهم البيض البيض. بعد ما ضفت الماسكاربوني يعني الاصفر البيض، دابا غادي نبدا نضيف في البلون والناج بشويه بشويه باش ما يتهرش لينا حتى نكمل الكميه كامله. بعد ما دمجت الماسكاربوني وابيض البيض مع الخليط، كتحصلوا على هذا الخليط هذا كنخليوه على جنب. ما كنحتاجوش نديروه في الثلاجه، كنستعملوه مباشره. دابا غادي بالنسبه للكاكاو اللي غنديروا فوق التيراميسو من الفوق، كنختاروا امارو، يعني كيكون المر كاكاو المر هو اللي كيجي مزيان. ما ديروش الحلو لان عندنا القهوه حلوه وعندنا الكريم حلو وعندنا البسكويت حلو، يعني ضروري يكون هذا مر الكاكاو المر باش كنهرسوا هذيك الحلاوه باش ما تجيناش حلوه بزاف. دابا غادي نبداو نمونطيو الحلوه ديالنا. نديرو السكر هو اللي الفوق دغيا، كنهزوها وكنخطفوها دغيا، ما كنخليوهاش بزاف. كنستمر انا حتى نكمل يعني القاعده ديال المول. كيف كتشوفوا كملت الطبقه الاولى، كتجي على هذا الشكل. كنقسمو الى يعني ما قدرناش المول كنقسمو شويه منه، كتجي نيشان تقريبا. دابا كنضيفو نصف الكميه. غادي نقادها على الوجه. يمكن لكم ديروها بالبوش حتى هي كتجي مزيانه. كيف كتشوفوا انا نقاد ليها الوجه ديالها، ومن بعد كندير الطبقه الثانيه. يمكن لكم تضيفوا هنا كذلك شويه ديال الكاكاو. انا هنايا غادي نضيف اضافه اخرى، غادي نزيد هاد الشوكولا هذه اللي كتكون هكا كتباع في المحلات. يمكن لكم تستغناو عليها، كتبقى اختياريه.
غتجي مذاق زوين بحال هكا. غنضيف لها الاضافه هذه من بعد غادي نضيفو طبقه ثانيه ديال البسكوت. بالنسبه لهذا الجانب الاخر ما كتعجبنيش، ضروري كنقص شويه باش كتجي ليا هذيك. كنبقى مستمره تنكمل طبقه كامله. كيف كتشوفوا كنكمل تزيين الطبقه الثانيه، درتها في لوبوش هذه المره باش كتعطيني يعني سطح متساوي. غادي نكمل بحال هكا تنكمل الوجه ديالها. بعد ما قديت ليها السطح الوجه ديالها غادي نديرها في الثلاجه حتى تبرد مزيان، عاد غنكمل ليها التزيين. عندي يعني الباكيه فيها 400 غرام، شاط لي تقريبا هذا الشيء هذا من الباكيه. تقريبا كتاخذ اكثر من 200 غرام، 200 حتى 250 غرام وعلى حسب المول اللي غديروها فيه. دابا غندخلها تبرد مزيان ومن بعد عاد غنزين ليها الوجه ديالها. بعد ما خليتها ليله كامله في الثلاجه نكمل التزيين ديالها بالبوش. كيبقى اختياري لكم الاختيار، لو بغيتو ديروا هذا التزيين من الفوق. النتيجه النهائيه لوصفه اليوم تيراميسو الايطاليه كتجي على هذا الشكل. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، سهله ولذيذه بزاف. هذا هو الشكل ديالها كيف كيجي. غادي نقسم لكم جزء منها نشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. غادي نقسم لكم نشوفوها من الداخل. تيراميسو كتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان وصفه اليوم تعجبكم وتجربوها بصحه وراحه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.